الذبيحه السنه دي مش الخروف، الذبيحه السنه دي هي انت. سيدنا ابراهيم شاف رؤيا ربنا بيطلب منه فيها انه يذبح ابنه اللي استناه سنين وبيحبه حب ملهوش وصف، بس ما كانش بيتصرف كأب، كان بيتصرف كإنسان سمع نداء الأعلى منه ونفذ، رغم ان كل اللي جواه كان بيصرخ وبيقول لا، بس ابنه قال له افعل ما تؤمر. يعني الابن كان نبي والأب كان إنسان. احنا بقى كل واحد فينا بيتصرف كإنسان، بس بنسمع نداء مين؟ الناس ولا المجتمع ولا الخوف ولا الضمير اللي مات؟ انت عارف الخروف اللي بتذبحه مش دايما بيكون بره، احيانا الخروف ده بيكون جواك، الخروف اللي بيقولك بكره مين انا عشان اعمل ده، ارضى كفايه كده. الخروف ده ساكن في دماغك، والسكينه اللي انت ماسكها ممكن تكون قرار، ممكن تكون مواجهه، ممكن تكون كلمه كفايه. بس مش كل تضحيه بتبقى طاعه، مش كل ألم بيبقى قربان. في ناس بتتألم وبتسميه إيمان، بس هو في الحقيقة خوف متدين شوية. في فرق كبير بين إنك تسيب حاجة علشان نداء جاي من جوه، أو بتسيبها علشان تهرب. في ناس بتضحي براحتها بس مش بتضحي باللي بيكسرها، ويمكن اللي مطلوب منك فعلا تسيبه مش شخص ولا وظيفة، يمكن نفسك القديمة. العيد ده مش للحمة، العيد ده للنية. مش مهم مين ذبح، المهم مين سمع، ومين قدر يمد ايده ويذبح الخوف، يذبح الكسل، يذبح انا مش قادر. العيد ده ذبحته مش خروف، العيد ده ذبحته انت قبل التغيير، قبل الصدق، قبل الايمان الحقيقي. فلو ناوي تضحي السنه دي سن سكنتك واعمل لاف وفولو سيف، يمكن تحب تشوفني تاني.